السلام عليكم ورحمه الله الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو هذا. اليوم هو نهار اللي عرضت فيه جارتي هنا كيف ما كتشوفوا معايا الحيمات ديالي. كنت جبتهم مازال كان باقي فيه واحد شويه ديال يعني شويه جامد. مهم عملته في الطنجره. هنايا عندي الشعريه ديال السفه، عملت السفه حتى هي عندي هنايا 500 غرام ديال الشعريه الرقيقه اولا الشعريه ديال السفه. ورشيتها كامله بشويه تاع الزيت، زيت المائده اولا زيت الزيتون اللي حابين. انا كنت كنعملها بزيت الزيتون، اليوم ما حبيت نعملها بزيت المائده. وبديت كندخل ديك الزيت كامله في الشعريه، ما كنخليه حتى شي حبه. يعني ما كندخل فيها الزيت، كل شيء كنعمل ليه بهذه الطريقه هذه باش كندخل ديك الزيت كامله. ومن بعد ما تفور ما تعجن لياش. صافي من بعد ما طاب الماء اللي عملته في البرماديجه. كنبدا كنعمر الشعريه ديالي في الكسكاس، عملت ليه واحد التفويره يعني واحد المده ديال 15 دقيقه. من بعد خويته ورجعته في القصريه. خويت عليه هنايا الماء، هنايا كنت خويت الماء ما صورتش معكم. خويت الماء من البرمه اللي كيكون طايب، وكنبدا كنحرك باش هيدا يعني كل شيء كاع الشعريه اللي عندي تشرب الماء. ماشي لتحت يشرب الماء والفوق يبقى هيداك ناشف. كنبدا كنحرك هيدا كامله. يعني كنحرك كل شيء باش كل شيء كيشرب الماء حتى كنحس بديك الشعريه شربات داك الماء اللي كيكون في القصريه كامل. صافي كنخليه واحد شويه حتى كيشرب. من بعد كنرجعو لسميتو كنرجعوه في الكسكاس. قبل كنملح، يعني كندير واحد شويه ديال الملحه. كنخلط عاوتاني بيديا حيت كيكون في الاول سخون. كندخل ديك الملحه كامله في الشعريه ديالي، عاد كنرجعها في الكسكاس. بالنسبه للحم ديالي كنقص عليه كيطيب على خاطرو، ما كنزيد فيه كاع الماء حتى شي قطره د الماء ما كنزيدها فيه، غير الماء ديالو اللي كيطلق. والبصله درتها بوحدها. في هاد الساعه هذه ما كنتش مازال درت البصله حيت ما كانش عندي بلاصه فين غنحط البصله. كان عندي تمايا البرمه وعملت الخيزو كيطيب في الماء مع شويه ديال الملحه. وكنقلي هنايا اللحم ديالي على مهل. كان مشرمل، راني شاركت معكم في الفيديو اللي فات شرملته وملحته، يعني الملحه على حسب اللحم، ما زدت فيه حتى حاجه. البصله عاوتاني ملي شحرتها قليتها بوحدها، ملحتها بوحدها. صافي هنايا من بعد ما عملت الفوره الثانيه للسفه ديالي اولا للشعريه ديالي كنرجعها في القصريه. كنفزقها ديك الساعه بالماء اللي كيكون بارد. صافي هنايا من بعد ما كنرش السفه ديالي اولا الشعريه بالماء. كنحاول يعني كنخلط داك الماء كندخلها في الشعريه. غير خاصكم تحاولوا على يديكم حيت انايا تحرقت ديال بصح بالشعريه من الفوق ديال الصباع اكثر، كاع من الجهه التحتانيه شويه، ولكن ملي كتحرقوا من الجهه الفوقانيه يعني دغيا ديك الجهه دغيا حساسه دغيا كتحرق. صافي من بعد ما كنخلط مزيان في هاد الوقيته هادي كنخوي عليه الزبيب. الكميه اللي نتوما حابين تكثروا اولا تعملوا غير شويه، ولكن الزبيب كيعطي ليه واحد المذاق اللي مزيون ملي كتاكلوا السفه، يعني مخلطه مع الزبيب كيعطي ليه واحد المذاق مزيون. واخا ما كثرتوش السكر كيجي هو هذاك مع الزبيب. صافي من بعد كنخلطوا اولا كنهزو مباشره كنوضعوا في الكسكاس، كنعمل ليه الفوره الثالثه.
صافي هنايا الفوره الثالثه. من بعد ما تفور داك الزبيب مع الشعريه ديالي، كان خاصني نكثر ليه واحد شويه ديال الماء، حيت كان خاص واحد شويه تفوار كتر. ولكن جا هو هذاك، غير هو لو كان طبعا يعني لو كان كثرت ليه واحد شويه ديال الماء غيجي عاد احسن، ولكن مازال كنت عملت ليه واحد الفوره اخرى. هنايا الفوره الثالثه زدت عليه السكر كيكون يعني على حسب الذوق ديالكم. وعملت واحد الساشي ديال سكر فاني، وعملت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. هنايا كانت عندي هاد الزبده حيوانيه، عملت منها واحد المعلقه صافي، ورجعت عليه ديك السفه باش تذوب ديك الزبده والسكر ديالي. من بعد بديت كنخلطهم حتى جات جارتي صافي يعني كان قرب يطيب كل شيء. رجعتها درت واحد الفوره الاخيره يعني قبل ما نقدمها. وهنايا من بعد ما درت الفوره الثالثه للسفه ديالي، حيدت الكسكس ورجعت البصله ديالي كتشحر. هنايا عملت البرقوق مع السكر والقرفه باش يتعسل. هنايا الحمات ديالي كانوا قربوا يطيبوا، كان خاصو غير مازال واحد شويه على ما طاحت ديك البصله. صافي خويتها على اللحم ديالي. وهنايا من بعد ما دابت ديك الزبده وشويه يعني السكر كان ما دابش كامل، بديت كنخلط فيه بحال هيدا. من بعد بديت كنخلط فيه بيديا صافي كان واجد. وهنايا البصله ديالي من بعد ما طاحت واللحمات ديالي صافي كانوا طايبين، خويت البصله على اللحم وخليتهم يزيدوا واحد شويه هيدا. من بعد طفيت عليهم وزدت عليهم شويه ديال الربيع. كان عندي الكزبره هو اللي ضفتو في الاخير من بعد ما طفيت على اللحم ديالي. جات فيه واحد الريحه صراحه مزيونه، حتى جارتي ملي جات يعني شمات ديك الريحه ديال اللحم عجبها الحال، وهي اصلا ما عمرها كلات اللحم ديال الخروف، قالت لي ما عمري ذقته. وحتى الريحه ديال الكزبره عطى ليه واحد الريحه اللي مزيان. وبالنسبه للسفه عملت ليها واحد التفويره الاخيره قبل ما نقدمو كيف ما قلت لكم. صافي هنايا من بعد ما حطيت الغدا ديالي، هذا هو الجزر اللي سلقته مع شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه. من بعد خويت عليه المرقه، زولت منه داك الماء وخويت عليه المرقه من الطنجره. وهذه هي السفه ديالي، صراحه جات مزيونه حتى هي عجبتها. كلات منها صراحه بزاف، قالت لك عجبتني. وصفت لي هذاك الشيء اللي كان بقى تما، كان مازال عندي تمايا السفه. كنت صيفط للزوج ديالها قبل ما نتغداو حنايا، قلت ليها غنسبقوا من الزوج ديالك. دات ليه سميتو، عملت ليه الحمات وعملت ليه السفه والديسير ديالو والفلان حتى هو اللي قلت لكم راني شاركت معكم في الاخير. يعني التقديم هذا درناه حنايا انا وجارتي والزوج ديالها والزوج ديالي، قسمت ليهم هذاك الدائري عملت ليهم نص نص، راني شاركت معكم في الاخير. صافي عجبها كل شيء صراحه، جا كل شيء مزيون. وهنايا كان عندي شويه ديال الكيوهيه اللي عطاتو ليا، وكان عندي تمايا شويه ديال الشهديه والبنان. ما عرفت شنو كانت تمايا واقيلا حتى الخوخ. صافي هذا هو، كنت هذا حطيته للزوج ديالي وقلت زعما غنصور لكم نشارك معكم كل شيء. يا صافي الحباب ديالي، هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، العراضه ديال جارتي. كنتمنى يكون عجبكم ويكون خفيف وظريف على قلوبكم. غير ما تنسونيش من تشجيعاتكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، وتهلاو لي في ريوسكم الحباب ديالي. نتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله، وملتقانا في فيديوهات جديده ان شاء الله. تهلاو في ريوسكم، خليتكم في امان الله وحفظه. بسلام عليكم.